في سنة 2020، وبينما كان العالم مشغولا بجائحة فيروس كورونا، ظهر اسم جديد يرعب الجميع في الخفاء. اسم لم يكن في قوائم المطلوبين من قبل، لكنه أصبح الرقم الأول في سجل الإنتربول. لقبوه بالظل، لأنه لا ير ولا يترك خلفه أي دليل، لكنه يضرب في صمت. كان اسمه الحقيقي مجهولا، لكن ضحاياه كانوا من أخطر تجار السلاح في أوروبا وآسيا. كل جريمة كانت تحمل نفس التوقيع: وردة سوداء تترك على صدر الضحية، وعبارة مكتوبة باللاتينية: فاينس فانيت، النهاية قد أتت. المحقق ماركو رافيني من الشرطة الإيطال كلف بالتحقيق. كان رجلا ذكيا، خبيرا في علم النفس الإجرامي، لكنه لأول مرة في مسيرته يشعر بأنه يلاحق شبحا لا يمكن القبض عليه. خلال أشهر، تمكن ماركو من تتبع نمط الضربات. كل ضحية كانت قد حضرت صفقة سلاح في عام 2015 في ليبيا، والتي تسببت حينها في مقتل مئات الأبرياء. بدأ ماركو يشتبه أن الظل ليس مجرما عاديا، بل منتقم يحمل ثأرا شخصيا. وفي ليلة ماطرة في برلين، وصل بلاغ عن اختفاء تاجر سلاح شهير. عندما وصلت الشرطة، وجدت نفس الوردة السوداء، لكن هذه المرة كان هناك كاميرا مراقبة مخفية تسجل كل شيء. ظهر الظل أخيرا، رجل يرتدي قناعا يشبه الجمجمة، طويل القامة، يتحرك بدقة عسكرية. تحليل الفيديو كشف هوية محتملة: جندي سابق من وحدة خاصة اختفى في 2016 بعد أن تعرضت قريته لهجوم مسلح نفذه نفس التحالف الذي تموله ضحاياه. ماركو حاول القبض عليه، لكنه لم ينجح. آخر رسالة وصلت إلى الإنتربول كانت من بريد مشفر، كتب فيها الظل: أنا لست مجرما، أنا العدالة التي نسيتموها. ومنذ ذلك الحين اختفى الظل كما ظهر، بلا أثر. مرت سنتان على آخر ظهور للظل، ولم تعد الشرطة الدولية تذكره كثيرا. أغلبهم ظنوا أنه قتل، أو ربما أنهى انتقامه واختفى. لكن المحقق ماركو رافيني لم يتوقف. كان مقتنعا أن النهاية لم تأتي بعد، وأن الظل سيضرب من جديد. في صيف 2022 تلقى ماركو رسالة غريبة وصلت عبر البريد العادي إلى بيته في روما. كانت مغلفة باللون الأسود، وداخلها ورقة صغيرة كتب عليها: واحد فقط تبق، هل ستوقفني أم تساعدني؟ في نفس اليوم وقعت جريمة قتل جديدة في مدينة مراكش بالمغرب. الضحية هذه المرة كان سياسيا دوليا، له علاقات مشبوهة بتهريب البشر والسلاح. وكالعادة، وردة سوداء وعبارة: فاينس فانيت. لكن هذه المرة الظل ترك أثرا عن قصد. كاميرا أحد المتاجر القريبة التقطت وجه رجل ملتحٍ جزئيا، بعينين زرقاوين، يدخل المكان قبل ساعة من الجريمة. أخيرا عرف ماركو وجه عدوه. أطلق الإنتربول عملية ضخمة. حددوا مكان الظل في مدينة طنج، مختبئا في منزل قديم على البحر. لكن حين وصلت القوات الخاصة للمكان، وجدوه خاليا. على الطاولة كانت هناك حقيبة سوداء، بداخلها جهاز حاسوب تم تشغيله تلقائيا، وظهر تسجيل مرئي فيه الظل يتحدث لأول مرة دون قناع: أنا لم أكن القاتل، أنا كنت فقط الحقيقة. لقد فعلت ما عجز عنه القانون وما تجاهله العالم. هؤلاء لم يحاسبوا في المحاكم، فحاكمتهم أنا. ثم أضاف: والآن حان وقت الاختفاء للأبد. بعدها انفجر المنزل بانفجار صغير دون ضحايا، فقط ليمحو كل أثر خلفه. ماركو وقف يشاهد النيران، وقال بصوت خافت: هل كان مجرما أم بطلا؟ الظل اختفى مجددا، لم يعثر له على أثر. لكن بين الحين والآخر، في مكان ما في هذا العالم، عندما يقتل شخص فاسد بطريقة غامضة،
وتترك وردة سوداء. يتساءل الناس: هل عاد الظل؟ الظل لم يقتل أي شخص بريء، وكان يخطط لكل عملية بدقة شديدة. يدرس الضحية، يراقبها شهوراً، ثم ينفذ ضربته من دون أي أثر. سوى الوردة السوداء